نستقبل المتسابقة الثالثة في هذه الحلقة، وهو الشاعر البو محفوظ. أهلا بو، كيف الحال؟ اهلا وسهلا. ياك لاباس؟ ان شاء الله مرحبا وسهلا. بو، فهمت سؤال يعود المشاهدين يطرحوه. عرفوك تفضل. شاعرا باللهجي الحساني. صحيح. تقول الفصيح ما كانوا عالمين به. انا اقول بان الشعر هو الماده الخام، وبالتالي كل ما تسلحت بادوات اي نمط شعري سهول عليك فانت لديك الماده الخام وتستطيع عليك التوفيق في أولى مشاركاتك فصيح. توفيق. السلام عليكم ورحمه الله. تحيه للجنه التحكيم الموقره، تحيه للمشاهدين الكرام. النص بعنوان غيمة في مهب الحب، يا من تعلق بالإنسان في الأزل، يا من تعلق بالإنسان في الأزل، وظل يطرب حزن النايب الأمل، وظل يسأل كنه الغيب عن زمن بالحق، ينقذ أرواحا من الوحل، يا من تغرب في أعماق خلوته دهرا، وسار إلى البشرى على مهل، بشرى ستشرق والإنسان في عمه، تدبج الدرب بالأحلام في المقل، بشرى ستشرق والإنسان في عمه، تدبج الدرب بالأحلام في المقل، علوت مدحك كالأشجار حين دنا غصن، يقل رفوف الخطو من جملي، علوت سبعا طباقا، لم يزل نظري يحاول الأفق كالمشدوه في الجبل، وتاه فيك بفرط الحب في شغف طيف الفؤاد، ومعنى الوصل لم ينلي، وتاه فيك لفرط الحب في شغف طيف الفؤاد، ومعنى الوصل لم ينلي، سلكت دربا بلحن الحب مفترشا كنه الحقيقة، فاق الماء في الخضل، دخلت غارا بسر الوحي مبتهجا، وفاض حبا على الآفاق بالبلل، وكنت أسمع صوت الجذع حين على سقف الشكوك، وشع الحق في الملل، خذني إليك رسول الله، رب هوى يتوج الخطوة في الآفاق بالنزل، خذني إليك، فطول الدرب أتعبني، والعجز من شرفة الأيام لو وحلي، والعجز من شرفة الأيام لو وحلي. شكرا جزيلا لك البو على هذا النص. والآن نستمع لآراء لجنة التحكيم، ونبدأ معكم دكتور تقي. شكرا جزيلا للبو على هذه القصيدة الجميلة التي تلمح فيها إلى الآمال التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتنقل في أصلاب طاهرين، وتحث الخطى فيها متقفيا إثر الرسول صلى الله عليه وسلم والأماكن التي وطئتها قدماهم. فهو نص مفعم بالمحبة، نص سلس، لولا بعض الهنات التي تعتريه في بعض الأحيان. وعندك قول جميل حين تقول علوت مدحك كالأشجار حين دنا غصن، يقل رفوف الخطو بالجمل. الموسيقى الداخلية عندك جميلة وتتمثل في التكرار، خذني إليك خذني إليك، وهو نوع من الإلحاح على الفكرة. الأسلوب الخبري طاغ في نصك حتى يكاد الأسلوب الإنشائي يختفي، وشعراء الليلة يبدو أنهم خبريون حتى لا أقول إخباريون. شعراء الليلة هم خبريون حتى لا أقول إخباريون. في قولك سقف الشكوك هذه ضعيفة، فهي من لغة الصحافة، سقف التوقعات، سقف التطلعات، سقف الشكوك.
هذه عبارة كان ينبغي أن تعدل عنها إلى غيرها. وعلى العموم فنصك جميل، أتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد أمين. أهلا وسهلا. غيمة في مهب الحب، قذفت بك القصيدة في مهب الحب فعلا، فبانت إلماحات شعرية وانسياب إيقاعي في هذا البحر الذي أكثر منه المشاركون كثيرا. ومع ذلك كانت القصيدة واقعة في المهب، حيث تأثرت بنيتها ببعض عواصف الهوى وإعصارات الجوى والهياء. بدأت بداية رائعة جدا، لكنك ما آخذه عليك هو أنك ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، كما يقول المتنبي، ألزمت نفسك أن توصل القصيدة إلى عدد معين من الأبيات، ولو كنت اكتفيت بعدد آخر أقل لكانت الفكرة شاملة ووافية. مثلا حين قلت علوت مدحك كالأشجار، مع تحفظي على الكاف قليلا، كالأشجار حين دنا غصن يقل رفوف الخطو من جملي، هنا كان الشعر. علوت سبعا طباقا لم يزل نظري يحاول الأفق كالمشدوه في الجبل، هذه لا بد لي أن تفسرها لي. علوت سبعا طباقا يعني لا المشدوه في الجبل هذا معروف أصلا، قال لا 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 بد لي أن أعود إلى صدر أيوة. البيت. علوت سبعا طباقا يعني أنا أحاول أن أرتقي مع درجات، وأنا أحاور هذا الأفق من كالمشدوه في الجبل يرتفع في وجهك، فإذا كان جبلا من هذه الدرجات فأنت لا محالة ستكون مشدوها. ممتاز. تاه فيك لفرط الحب من شغف طيف الفؤاد، ومعنى الوصل لم ينلي، ما كنت أريدك أن تبنيها للمجهول، فقد كنت تتحدث عن تجربتك الشخصية، فحاول دائما أن تواصل في ذلك. أيضا هذا الشطر الأخير ليس يكتفي به، دخلت غارا بسر الوحي مبتهجا وفاض حبا على الآفاق بالأمل، ويمكن أن تبدل البلل التي سبقت تبدل لها بكلمة أخرى. وشكرا لك. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد محفوظ. أهلا بك البور محفوظ. أهلا وسهلا. غيمة في مهب الحب، هذا العنوان شعريته إيحائية جميلة. لكل حفل بداية، وأنت استهلالك للنص كان احتفاليا. سلم نصك كما يقول البارودي من وصفة التكلف، وبرئ من عشوة التعسف، وهذا يحسب لك. هناك انسيابية واضحة في أسلوبك اللغوي. تقنية التوازي والتكرار هي أيضا بادية في هذا النص، وهي من الإيقاع الداخلي الجميل. وظل يطرب حزن الناي بالأمل، وظل يسأل كنه الغيب عن زمن، وعلوت مدحك وعلوت سبعا. ثم أيضا تقول خذني إليك رسول الله وخذني إليك فطول الدرب. لأن هناك فاعلية في التكرار وفي التوازي، وهي مهمة في الإيقاع الداخلي. هيمن على نصك حقل التعلق بذات المحمدية. علوت مدحك علوت سبعا خذني إليك، نظري يحاور الأفق تاه فيك طيف الفؤاد. في الدال اللغوي في النص تغرب في أعماق خلوته دهرا يسائل كنه الغيب، متعلقا بالإنسان لينقذه من الوحل. سار إلى البشرى على مهل، ومن الغار خرج بسر الوحي مبتهجا. فامتدت على الآفاق دروب الخير والأمل، فامتطيت صهوة حرفك وهو تائه في شغف متعلق بالوصل، وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحسست يا البو المحفوظ بمسحة تصنع شيئا ما في نهاية الأبيات الشعرية، وهي متعلقة أساسا بالجار والمجرور. في الأزل بالأمل عن زمن من الوحل على مهل في عمه في المقال من جمل في الجبل في شغف إلى آخره. إذن هذه المسحة واضحة، ولكن على كل حال لا تغير طبيعة يعني الجمل الشعرية الجميلة والانسيابية
الواضحة في نصك هذا و